عليك بحالك. اهلا وسهلا. عارف المقابله حقك تمام؟ الحمد لله تسلمت. والله تمام. هذا الحين الثاني البخيتي محمد هو اخوك. اخوي من امي وابي. من امك وابوك؟ ايوه. اكبر منك ولا اصغر؟ لا لك بدي من 3 سنوات. انت المقابله كانت حاليا. تسلم والله في هذا عالية. وإذا عاد يعمل أي مقابلة احنا نزودك بعض الأشياء. على طول والله عليك لا شيء حاجة ما تواصلنا في معلومات. هذا أصحابنا قل لهم احنا أمس خلينا لهم المجال من أحسن ما يمكن. مجال كويس وكان يعني حتى كل الناس في الأطراف دع إذا شيء. لا ما هم كلهم بيقولوا لي وين كان بيني وبينك انا مع اصحابنا اللي تعب. زي يا علي. والله ما هي لا زي إذا في شيء جديد بنتواصل معك. على طول في أي وقت إن شاء الله. لحظة. أيوة. قل لهم إذا في مقابلة جديدة طارئة كلهم على عبد الله صالح سلم السلطة في 2011 في 2012 تجنبا لإراقة الدم. صاحبنا ليش ما يرحل ويتجنب إراقة الدم؟ أنت لو تشوف إيش فعله أكثر مني عندي. يسلم التعبير عام. ما في فيها شيء يسلمها لأنصار الله. إيش فيها؟ والله إني حلقة عليهم بلا بايحنا بقول الأمانة. ولا شيء يسلم السلطة لأنصار الله علي عبد الله صالح سلمها للائتلاف هذا الائتلاف المؤقت أو ما يسمى المرحلة الانتقالية. هذا يسلمها المرحلة الانتقالية والناس يتحاكوا. لا والله ما تسليمك للسلطة انه كان خطوة رائعة جدا. يا استاذ علي ليش ما يقتدوا بها؟ ما بيطلبوا لنا الروائح الكريهة، ما يطلبوش الروائح الزينة. بس بيني وبينك والله اني منزعج شوية امس وقع. تعرف انه حتى لا جنب البيت حقه، يعني انا جيت امس لا جنب البيت حقه وانقذوا حول الباب يعني، والعسكر حقه تكونوا منهم 10 وقتلوا 1 أو 2 من حق الحراسة حق البيت. حق بيت الرئيس. حق بيت الرئيس. أنا كنت أمس بيني وبينك هناك يعني اتصل لي جلال وصرت له هناك كنا نقدر نشتري يا أخي مع الوضع معك. يخلصنا ويسلم السلطة يسلمها وهو عايز يدخل التاريخ. ايوه والله انه عايز يخرج من التاريخ بعد معكس الا الانتخابات هنا كلنا ما فيش مش عارف. انت عارف عطنا انت قلت الحين انا لما سلمت السلطه مش وعي. لا مش عايز بالعكس. انت فعلتها يعني ختمتها خاتمه رائعه جدا. وياخذ مننا الايجابيه، السلبيات يرفضها. صحيح. تحياتي ونتواصل. يلا يبلغ